ونصلي ونسلم على أفضل من صلى وصام وقام لله رب العالمين. لست أدعو سوى الرحمن يحفظكم يا خير من سكنوا في القلب إخوانا، طبتم فطابت بكل الود صحبتكم حتى جزيتم من الرحمن رضوانا. أدعو الإله لكم ليكرمكم في السر عفوا وفي الإعلان غفرانا. التسبيح، لاحظنا أن البعض في الجلسة في كلمات معينة في التسبيح لا تجوز، كما أنه لا يجوز لواحد يقول لا حول الله يا رب. كلمة لا حول الله يا رب يبقى ربنا ما لهش حول، ده المفروض ان انا بقول لا حول ولا قوة الا. ولذلك التسبيح نعمة من نعم الله على عبده. ربنا سبحانه وتعالى لما ينعم على واحد يخليه دايما وهو قاعد سبحان الله الحمد لله سبحان الله وبحمده، لسانه على طول رطب بذكر الله. فالتسبيح نعمة من نعم الله على عبده، يتقرب العبد بالتسبيح إلى الله عز وجل. ده مش بس كده، التسبيح يجلب الخير والبركة والرزق للإنسان. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإكثار من التسبيح. أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا يا رسول الله ومن يكسب 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 مرة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. شوف المكسب العظيم لما تكثر من التسبيح. يبقى التسبيح على مر الزمان، يبقى التسبيح بالكيفية التي لا يعلمها إلا الله. كل يسبح كل قد علم صلاته ففي كل واحد بيسبح، النخلة بتسبح، الباب بيسبح، البني آدم بيسبح، كل قد علم صلاته وتسبيح ربنا سبحانه وتعالى. لكن الكيفية ازاي بيسبح الله وحده هو الذي يعلم. يبقى التسبيح على كل حال، وانت قاعد وانت نايم وانت على جنبك. الذين يذكرون الله وعلى ويتفكرون في خلق ربنا ما خلقت سبحانك. يبقى التسبيح على مر الزمان. في الماضي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. في المستقبل يسبح لله ما في السماوات وما في أمر دائم التنفيذ، سبح اسم ربك الأعلى. فالتسبيح موجود حتى قبل أن وأنت مش بتفعل ذنب. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، حتى هو مش بيتكلم يخوض في أعراض الناس، مع ذلك برضه بيسبح ربنا. ويبقى التسبيح حتى بعد النصر، ربنا نصرك في شيء تروح مسبح على طول. إذا جاء نصر الله ورأيت الناس فاعمل
سبح. عشان كده نافع رضي الله عنه صحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيش لمحاربة العدو. في الجيش أو في الوقت ده كان في قلة من الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم وزع للصحابة طعام طعام طعام، ونسي يعطي واحد من الصحابة اسمه حدير. فحدير عمل راح خرج مع الجيش، وهو آخر الجيش بيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نعم الزاد هو يا رب. ومشي بقى خرج مع الجيش صابر محتسب. فجبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له السلام يقرئك السلام ويقول لك زودت أصحابك بالطعام ونسيت أن تزود حدير، وحدير آخر الجيش يقول سبحان الله والحمد لله نعم الزاد هو يا رب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب واحد من الصحابة أعطاله الطعام بتاع حدير وقال له روح لحدير اديله الطعام ده وقل له النبي صلى الله عليه وسلم نسي ان هو يزودك بالطعام، فجاله جبريل وقال له كذا كذا كذا، وعايزك تسمع حدير هيقول وتحفظ الكلام اللي هيقوله وتيجي تبلغني به. صلوا على الحبيب. راح الصحابي ده ومعاه الطعام، لقى حدير في آخر الجيش بيقول سبحان الله والحمد لله. قال له يا حدير يا حدير رسول الله يسلم عليك ويقول لك اني انا نسيت ان انا ازودك بالطعام ونزل جبريل وعاتبني عشانك، خد الطعام اهو. فحدير بكي ورفع وجهه الى السماء وقال بعد ان حمد الله واثنى على رسوله قال الحمد لله الذي ذكرني من فوق 7 سماوات ورحم جوعي وضعفي، اللهم كما لم تنس حدير فاجعل حدير لا ينساك. صلوا على الحبيب. اللهم كما لم تنس حدير فاجعل حدير لا ينساك. راح للصحابي ده رجع قال للنبي صلى الله عليه وسلم حدير قال كذا كذا كذا. فالنبي قال والذي نفسي بيده لو رفعت رأسك إلى السماء لوجدت لكلامه ذلك نور ساطع ما بين السماء والأرض. سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم أنت المرتجى وإلى علاك عن الجبين الساجد. نسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.